خوتي هذه قناتكم أهداف المحترفين الجزائريين ديروا بوني وفعلوا والجفس دعمونا خوتي. السلام عليكم. فضائح التحكيم الإفريقي تعود من جديد في رابطة أبطال إفريقيا هذه المرة، وظلم كبير لشباب الوزداد في مباراته ضد المريخ السوداني. شاهدوا لاعب المريخ كيف تحول لحارس ويمسك الكرة بيده على مرتين. شاهدوا المرة الأولى ثم المرة الثانية. يعني انت اخترت هذه الحلقه عشان تقول فيها ضربه جزاء. نعم لان اليد ما لم تكن ثابته على الارض، والثاني مرت على ايده على كرشوم، في ايد كرشوم. طيب هيثم مصطفى رايك؟ الايد لست ثابته، لمس اليد وثاني مره ايضا. هيثم مصطفى رايك؟ يعني حتى الكره بامانه فيها هذا من جهة، ومن جهة أخرى منح الحكم ركلة جزاء للمريخ السوداني، جاء عن طريقها الهدف الأول للمريخ، وركلة جزاء أيضا ظالمة وسجلوها وهم متفوقين على الشباب. متأخر ليه وانتظر جاله الأمر بركلة الجزاء، لكن المريخ الحقيقة اللي بيقدم أداء مميز وكان ممكن يسجل أكتر من كورة ويسدد، وركلة الجزاء يسجل نادي المريخ السوداني اللاعب باولو دي سوزا.